بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الأحبة، البعض منا قد شاهد بعضا من المقاطع والصور والمنشورات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، التي هي حقيقة تسيء لنا كيمنيين. نعم، تسيء لنا كيمنيين بشكل عام. انتشرت مقاطع لأناس يعانون من أمراض قلبية للأسف. هذا الجنوبي يسب ذاك الشمالي، والشمالي يقذف ذاك الجنوبي. لمصلحة من؟ وإلى متى هذا التناحر؟ نحن نعيش أيام عصيبة أيها الأحبة، يكفينا من الأوجاع ويكفينا من الهموم التي حلت بنا. الآن واجب علينا أن نقف صفا واحدا وأن نجعل كلمتنا واحدة، لا للعنف ولا للعنصرية. أيها الأحبة، خرجت علينا مقاطع والله للأسف إن الواحد يستحي أن يراها ويخجل من سماعها. خرجت بعض المقاطع يخرج علينا رجل ويقذف جميع بناتنا وأمهاتنا، أو يقذف جميع المحصنات من تلك المدينة التي يشتمها ويسبها. للأسف وصلنا إلى ما لا يحمد عقباه. ومنطلقا أيها الأحبة من قوله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. نحن هنا في المملكة العربية السعودية شكلنا فريق تطوعي، من يصلنا مقطع عنه أو منشور عنه يشتم المدينة الفلانية، كانت سواء جنوبية أو شمالية أو القبيلة الفلانية، سوف نرفع بإذن الله عز وجل عليه دعوة قضائية. ونرجو من كانوا خارج المملكة أن يحذوا حذونا حتى نردع الآخرين، وأن نجعل كلمتنا واحدة. أسأل الله أن يجمعنا على قلب واحد. يكفينا أيها الأحبة أن الله عز وجل جمعنا تحت راية لا إله إلا الله. فأرجوكم كل الرجاء نقف صفا واحد، وأن نترك جميع ما يشتتنا ويفرق أمرنا.